قصص مخيفة من الأفضل لك ألا تشاهدها. تلك القصص واقعية، ولكن نسردها كما ذكرت والله أعلم بصدقها. تحكي هذه القصة أن ممرضا كان يعمل في ثلاجة الأموات في إحدى المستشفيات على الطريق السريع، وكانت دوريته تبدأ الساعة 2 من منتصف الليل. لم يكن هذا الممرض من النوع الذي يخاف كثيرا من فكرة الموت والأموات، فقد اعتاد على عمله منذ مدة، ولكن ما رآه هذه الليلة قد غير حياته للأبد ولم يعد أبدا كما كان. كان الشاب جالسا يكتب بعض الأوراق الخاصة بأحد الجثث، وفجأة انقطع التيار الكهربائي. لم يخف الممرض أو يرتعد، فهذا أمر طبيعي وهو معتاد على ذلك. ولكن عندما عاد التيار مرة أخرى تفاجأ بمشهد جعله يتسمر مكانه دون حركة من شدة الذهول، فقد كان جميع الأموات جالسين أمامه على وجوههم ابتسامة ساخرة مخيفة جدا. بدأ الشاب في قراءة آيات القرآن واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فانقطع التيار مرة أخرى. ولكن هذه المرة عندما عاد التيار كان جميع الأموات قد عادوا إلى أماكنهم في سلام. منذ تلك الليلة ترك هذا الشاب عمله في ثلاجة الموتى واستقال من العمل من ذلك المشفى بأكمله، وابتعد عن الكثير من أهله وأصدقائه، وبدأ يروي كثيرا من القصص والأحداث الغريبة التي تحدث له ليلا وهو وحيدا بمنزله ولا أحد يصدقه إلى الآن. ما هو تعليقك لما حدث لذلك الشاب؟ القصة الثانية هي قصة امرأة تونسية شابة أرادت في يوم من الأيام أن تذهب للحمام العام للاغتسال. وفي تونس من المعروف أن الحمامات العامة غالبا ما تكون مسكونة، فلا يذهب أبدا أي شخص ليستحم وحيدا هناك، وإن ذهب وحيدا عليه أن ينتظر قدوم الناس حتى يستأنس بوجودهم. ولكن هذه المرأة قد ذهبت وحدها عند المغرب، وقد كانت الشمس غابت بالفعل وحل الظلام. أرادت صاحبة الحمام أن تنصحها بعدم الدخول وحدها، ولكنها أصرت على الدخول وقالت أنها لا تخاف وتريد الاغتسال سريعا، لأن لديها شيء مهم ستقوم به في الغد ولن تريد أن تتأخر، فلن تنتظر قدوم أحد. وبالفعل دخلت الشابة، وبعد ساعة سمعت صاحبة الحمام صراخا وضجيجا عاليا من الداخل، فأسرعت بالدخول، فوجدت الشابة تصرخ وعلى وجهها آثار الرعب والذهول، وجسدها مليء بالخدوش العميقة خاصة من ناحية الظهر. وإلى يومنا هذا لم يعرف أحد السبب أو حقيقة ما حدث داخل ذلك الحمام. ما هو تعليقك لما حدث لتلك السيدة؟ في يوم من الأيام ذهب مجموعة من الأصدقاء إلى منطقة السد في وادي صحنوط في عمان، وكان ذلك للتخييم، ومعهم عدة السمر من عود وطبل وغيرهم. وعندما جاء الليل أصبحوا يغنون ويمرحون ويضحكون، وقرب الساعة 2 من منتصف الليل سمعوا جميعا صوت امرأة عجوز تصيح وتنادي بصوت غريب، فقاموا جميعا وحاولوا الذهاب نهاية مصدر الصوت. وجدوا امرأة بنصف جسدها الأعلى فقط، ويداها تصل للأرض وتركض باتجاههم باستخدام يديها، وهي تقول بلغة عجيبة حاولوا تفسيرها بصعوبة: يا ويلكم، لقد أزعجتموني وتسببتم في تعذيبي. ركض جميع الشباب إلى السيارات مسرعين، ومن يومها
لم يعودوا أبدا إلى ذلك المكان الرهيب. القصة الثالثة في منطقة ما غير مسموح بذكر اسمها. كان هناك منزل مشهور جدا بأنه مسكون، ولكن يقال أن به جن صالح وتسكنه أيضا عائلة من البشر. وفي يوم كانت الفتاة الصغيرة نائمة في غرفتها، وسمعت صوت طرق منتظم على الباب، فاستيقظت وفتحت الباب، فرأت أخوها يطلب منها غرضا معينا فأعطته له وعادت إلى نومها. ولكن فجأة تذكرت شيئا جعلها ترتعش بشدة، وهو أن أخوها قد سافر إلى دولة أخرى مع أصدقائه منذ يومين. جرت فورا إلى غرفة أهلها ونامت معهم حتى الصباح، ولم تحكي ما رأت إلى أي شخص ولم تفصح عنه إلا مؤخرا، هذا خوفا من أن يلحقها أي أذى. القصة الرابعة. كانت هناك أم تعيش بمفردها مع طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت قد ولدت حديثا طفلا جديدا لم يبلغ 40 يوما بعد. وفي يوم كانت الأم في المطبخ تعد العشاء لطفلتها، وتركتها مع أخاها تلعب في الغرفة. وبعد انتهاء الأم من صنع العشاء ذهبت لتطمئن على الأولاد، ويا لهول ما رأت، وجدت أن الطفلة قد أكلت أخاها بأكمله، ونظرت إلى أمها قائلة أن عظمة الرأس قوية لم أستطع أكلها. صرخت الأم في جنون، وسمع الجيران فرأوا ما حدث بأنفسهم، وقد تم الحكم على البنت بالقتل، وظلت الأم في المستشفى تعالج لمدة سنوات. هذه القصة واقعية حدثت بمدينة بلهاء بعمان. ممكن احكي لك على تجربه حصلت معايا؟ يا ريت. بس دي ما حدش بيصدقني فيها، بس ده فعلا حصل يعني. انا كنت ماشي في شارع مره زمان، فسمعت صوت رجل بتجري ورايا. شارع ضلمه. بتجري وراك؟ في شارع ضلمه. فببص ورايا ما شفتش حد ماشي. فشويه رحت ماشي تاني، سمعت صوت رجل بتجري ورايا. فببص ورايا ما لقيتش حد. تاني. فابتديت رجلي اسرع شويه، عايز اخلص الشارع. الشارع ده مبدئيا واحنا صغيرين كنا بنلعب فيه، كان جنب البيت، كان اسمه يعني احنا كنا مسمينه شارع الوحوش. ليه؟ لان هو كان دايما الشارع ده ضلمه وفيه شجر كتير، نفس الجو بتاعكم ده كده. فكنا ناخد العجل ونجري بيه من اول الشارع لاخره، وناخد الشارع كله جري بالعجل كل يوم. دي لعبتنا المفضله يعني. فلما كبرت بقى شويه كده قلت انا عايز اشوف الشارع ده فيه ايه. فالمهم رحت نزلت على رجلي، مشيت في الشارع، حصل لي اللي قلت لك عليه. اسمع رجلي بتجري ورايا، ببص ما بلاقيش حد. اجي امشي شويه، اسمع رجلي بتجري ورايا، ببص الرعب ده بجد؟ لا ده فعلا والله العظيم زي ما بحكي لك بالظبط. طيب بعدين؟ المهم اخر مره سمعت صوت رجلي بتجري ورايا، قلت مش هبص. فبصيت في العربيات، كان في عربيات صف عربيات راكن جنبي. ببص في الازاز بتاع العربيه كده، لقيت لك حاجه فوقيه بتعمل كده زي اللي وراك ده؟ زي اللي ورايا. فلقيت حاجه بتعمل كده يا دوبك، بس رحت عامل كده، لقيت حد نازل عليا بشاكوش قد كده. شايفه دي؟ هي دي. ايه ده؟ مين اللي طلع في الاخر؟ ما انا هقول لك بقى. عايز تعرفي بقيه القصه ولا مش عايزه؟ طبعا. طيب المهم ضربني، وقعت على الارض. قلت اكيد ده حد حرامي مثلا بيضربني عشان يسرقني. فبعد ما ضربني وقعت على الارض، ببص ما لقيتش حد حواليا. فهو لو كان حرامي كان، والله العظيم يعني لو كان حرامي اكيد كان سرقني، صح؟ اكيد. ببص قمت في وسط الشارع ما لقيتش حد. فاكتشفت في الاخر ان هو ضربني قدام باب المستشفى. هو في الشارع ده فيه مستشفى مش عايز اقول اسمها يعني. تمام. وفي بوابه كبيره مليانه شجر قديم، وفي الباب الخلفي بتاع المستشفى. دخلت من باب المستشفى، لقيت الراجل بتاع السكيورتي قاعد في الوش وبيبص لي وبيضحك لي. فبقول له انت مش شايفني بيحصل ايه؟ ما بيردش عليا. السكيورتي؟ لا قاعد شايفني وانا بتضرب، قاعد شايف الحصان ده، كان قاعد مكان الحصان ده. تمام؟ المهم مش عايز يعمل لي حاجه، مش عايز يقول. المهم سبته، رحت داخل معدي من جنبه وشتمته، اللي هو مش عايز يعمل لي حاجه. دخلت المستشفى وخيطت دماغي، كل ده ضبه مفتاح، اسمها ضبه مفتاح كده. تمام؟ وجاب لي شرخ داخلي في الجمجمه. وجاب لي حاجه زي شبه شلل نصفي، ما كنتش بتحرك للدرجه دي؟ لا لسه. وروحت
طب انت صحيت من النوم امتى؟ والله العظيم زي ما بحكي لك. لا ده لسه، اصبري بقى احكي لك. بعد ما خرجت دماغي وروحت، بعديها بكام يوم اخويا جه قال لي طب بقول لك ايه، ما تيجي ننزل الشارع ده نشوف ايه اللي بيحصل في الشارع ده، نشوف مين ممكن يكون عمل فيك كده. المهم ده انت رجعت بالجلاليب زي احمد حلمي. لا شكلك كده. والله انا مجنون، بس عايز اقول لك اخويا نزلنا ورحنا الشارع ده. المهم قال لي ضربك فين الراجل؟ قلت له ضربني قدام باب المستشفى. المهم بنبص على باب المستشفى، لقينا الباب ده مقفول، حديد مصدي وعليه شجر نازل عليه. اسمعي بس. وعليه شجر نازل عليه. فبيقول لي يا ابني انت ازاي دخلت من الباب ده؟ قلت له والله العظيم انا دخلت من الباب ده. انا بقول لك والله العظيم زي ما بحكي لك القصه دي بالظبط كده، بقول لك والله العظيم. المهم دخلت، قلت له انا دخلت من الباب ده. تمام؟ ممكن. اسمعي بقى. فهو راح ما صدقش ان انا دخلت الباب ده، قال لي طب انا هاخدك وندخل جوه لمدير المستشفى نساله. دخلنا جوه لمدير المستشفى. اول ما شافني قال لي في ايه؟ لقاني متربط طبعا. قلت له انا خيطت دماغي هنا من كام يوم ودخلت المستشفى من الباب الخلفي بتاع المستشفى. راح اتصل بالدكاتره وجابوا التقرير، لقوا فعلا ان انا جيت من 3 ايام وخيطت دماغي في المستشفى دي. قال لي انت دخلت منين؟ قلت له دخلت من الباب اللي ورا. المهم المدير المستشفى اصر ان هو ينزل معايا ويروح للباب الخلفي بتاع المستشفى. المهم رحنا عند الباب اللي ورا القديم الحديد المصدي اللي عليه شجر. قال لي انت دخلت من الباب ده؟ قلت له دخلت من الباب ده. قال لي مستحيل. قلت له والله انا دخلت من الباب ده لاني انا ما اعرفش باب غيره. قال لي مستحيل. قلت له ليه مستحيل؟ قال لي عشان ده باب المشرحه ومقفول بقاله 25 سنه، باب اللي بيطلعوا منه الميتين اللي في المستشفى، والعمارات اللي قدام البوابه اشتكوا من كتر الناس اللي بتقف تصوت على الباب المستشفى، راحوا قفلوا الباب ده بقاله 25 سنه بقى يطلعوا الميتين اللي بيموتوا في المستشفى من الباب الرئيسي. يا نهار ابيض. عايزه حاجه تاني؟ عاوز ايه اكتر من ده؟ وعايز اقول من لك الحلقه دي فعلا اكتر حلقه رعب حصلت لي في حياتي طبعا، ولحد النهارده عامله لي مشكله. اي حد بيعدي من ورايا انت مش فاهمه بقى بيجي لي فوبيا خلاص يعني. تم ذكر تلك القصص من باب الترفيه ليس أكثر.